بصي بقى المرة دي هنعملها بطريقة هخليكي تنبهري اكتر واكتر واكتر، وهتوفر معاكي طبعا زي ما احنا اتعودنا بقى بنعمله حاجات بتوفر معانا وبتظبط معانا كل حاجة. اللي انت شفتيه قدامك ده هنعمله شغل هينفعنا وهيبقى حاجة واو من الاخر، ريحة وجمال في النظافة. ده ايه ده بقى؟ كده ده قشر ليمون برتقان زي ما انت شايفه انا كده ايه، بشيله عندي في الفريزر. ده كان بتاع صراف، فالقشرة بحالها لسه زي ما انت شايفه كده، فكنت حاطاه في الفريزر. وفي طبعا فيها قشر تاني سفندي وكده، بس انا هاخد البرتقال بس دلوقتي هشتغل بيه. هنعمله مع بعض كده حاجة جميلة قوي. وطلع بجد يعني الحاجة الموجودة عندك دي كنز في البيت، اوعك ترميها ولا تفرطي فيها. حطيته على النار زي ما انت شايفه في الميه كده، وسبته اتسلق شويه معايا، وهسيبه لحد ما يبرد وهضربه في الخلاط زي ما انت شايفه. هتعملي ايه بيه بعد كده دلوقتي نعرفه هنعمله بيه ايه. بصي طبعا زودت الميه اللي أنا كنت اساسا سلقاه فيها. الميه طبعا مغليه، فخليكي على الميه دايما بتكون معاكي كل شغلك في ميه يا مغليه وبارده يا متفلتره. هصفي طبعا كل قشر البرتقال والدوت مش هرميه، اللي هيطلع منه ده هشتغل بيه في حاجات تانية هينفعني برضك مش هنرميه. هاخد بقى كده المية اللي اتبقت معايا كده من قشر البرتقال وهشتغل بيها. تعالي نعرفوا هنعمله ايه. بصي بقى يا ستي، هنجيبه دلوقتي معانا الحاجة اللي هنشتغل فيها طبعا يا بلاستيك يا صاج. هحط فيها يعني حوالي كده ممكن نقوله اكتر من نص لتر مية، وهحط معاهم 4 معالق كبار نشا. 4 معالق كبار نشا مش فزورة ولا حاجة، احنا هنعمله صابون سائل. الصابون السائل ده بالطريقة وتركيبة تانية خالص مختلفة عن كل مرة واسهل بكتير، وبرضك هتيجي في الاخر النتيجة بتاعته هتطلع هايلة هايلة هايلة. هدوب النشا حلو قوي كده في المية. المية دي طبعا باردة مش سخنة، عشان النشا لو حطيناه في مية سخنة طبعا هيتكتل معانا اول ما نحطوه، فدي مية باردة خالص. هحط هنا كمان معايا بقى هنا طبعا ده البطاس او هيدروكسيد الصوديوم. هحط معلقتين منه كبار كده زي ما انت شايفة، مش مليهم قوي بس هما معلقتين، معلقة يعني اللي هي الوسط، مش مش مليانة. طبعا هدوبها بقى في مية باردة بردك. حاول يعني احط على قد بس يا دوب ادوب فيها البطاطس بتاعي، مش هزود عن اي عنها يعني، مش هزود ميه كتير فيها لحد ما يدوب تماما تماما تماما. خلاص بقى انت عرفتي دلوقتي، كل مرة بنقوله نفس الكلام. هتعرفي منين؟ بصي البخار اللي طالع منه ده تبعدي عنه طبعا، اهم حاجة. طبعا البوتاص بتاعنا حلو قوي، وحتى لو هو مش بيتفاعل معاكي فعادي، احنا مش محتاجين ان هو يعني مش هنعمل صابون عشان نقول هو هيبوظ الصابون بتاعنا. ده صابون سائل فمش هيأثر معاه كتير. تمام كده. هبتدي بقى احطه وهضيفه زي ما انت شايفه. مجرد ان انت بتحطيه فهو على طول بيسوي النشا بتاعنا اللي احنا حطيناه. بصي في ساعتها كده بتلاقي النشا بتاعك استوى وتقل خالص وتكتل معاكي. ده كده المعجون اللي احنا هنشتغلوا بيه للصابون السائل. ده بديل مادة اللي هي السلفونيك اللي بتجيبيها من عند بتاع الصابون السائل، بتبقى ضمن المجموعة. فاللي احنا عملناه المعجون ده البديل بتاعه. طبعا هنقلبها حلو قوي كده وندوبوها حلو. دوبوه حلو قوي كده الاول، وبعد كده هنبتدي نضيفوا عليه الاضافات بتاعتنا. طبعا دي ميه البرتقال اللي احنا مصفينها حلو، هنبتدي نحطوها بقى ونضيفوها كده عليه، وبقى تقليبه حلوه كده من ايدك الحلوه. تدوبيها حلو قوي معاها كده. وطبعا وانتي شغاله بتلاقي معاكي كل ما بتشتغلي بتلاقي معاكي طبعا السائل بتاعك اللي في ايدك ده بيتقل، بتدمجيه حلو قوي كده في مع بعض. طبعا كنت حاطه جزء وبكمل بقيه الجزء، يعني ما حطيتهمش كلهم مره واحده، بضيفهم واحده واحده وهدوبهم حلو قوي كده زي ما انت شايفه. للاسف البلاستيك اللي انا شغاله فيها طلعت نفس اللون بالظبط اللي انا بعمله، فمش باين قوي، فمعلش يعني. هي دلوقتي هتبان شويه معانا ان شاء الله. مجرد ما هنبتدوا ندوبوه كده تشوفي بقى الروا بتاعته هيبان الاختلاف. هكمل بقى بالهاند بلندر كده عشان هي سهله على نفس الحكايه. وهدوب بقى كل اللي فيه كده، ولسه طبعا معانا كام مكون تاني هنحطوه عشان نزود بقى نضافة السائل بتاعنا كده، ونخلي المواعين بتاعتنا تنضف كده وتبقى ايه، حاجة كده جميلة، ريحة وتنظيف حلو.
حاطه معايا ايه هنا، دي هنا معايا معلقتين سكر. طبعا السكر او 3 معالق تقريبا، هحط 3 معالق سكر. ده بيزود معايا الرغوه جامد قوي، السكر بيزود الرغوه حلو قوي. بس كده، لا في حاجه تانية هحطها معاكم دلوقتي تشوفوا هنحط ايه. وكل ده طبعا انتي شغاله بتدوبي كل حاجه بتحطيها حلو قوي طبعا. بصوا الرغاوي اشتغلت معانا بقت عامله ازاي. النص معلقه اللي هي مش كامله دي زي ما انت شايفه دي ملح ليمون. اوعي تزودي الملح الليمون، لان ملح الليمون لو زاد هيطفي الرغوه بتاعتك، فاحنا محتاجين قوي ان الصابون السائل بتاعنا يبقى عنده رغوه. هنا معايا طبعا صابون سائل جاهز جاهز، يعني ده انا شاريه جاهز. فبضيف كده حوالي دي كوبايه كبيره، يعني دي 200 جرام، مش باين معايا قوي بس دي 200 جرام. كوباية كبيرة يعني او مج كبير. ضفتها بس على الصابون السائل. طبعا بتزود معايا التقل، بتزود معايا رغوة، بتحافظ على كل الحاجات اللي انا حطيتها دي، عشان ما طبعا بيبقى فيه مواد حافظة تبع طبعا الصابون السائل الجاهز. فبتحافظ معايا على الصابون اللي انا عملته عشان يفضل معايا وقت اطول. دوبي بقى كل دوت. انا عن نفسي مش هزود مية تاني، انا عايزاه يفضل مركز معايا لما بشتغل بيه. ببتدي اضيفه في العلبة اللي انا يعني هشتغل مثلا هغسل مواعين، فبحط شوية وبحط عليهم شوية مية وابتدي ارغي الليفة بتاعتي، فبتلاقي الرغوة جميلة اوي. مش هزود مية واحط بس يعني حاجات على الفاضي كتيرة، وهعمل مكان ياما على ايه. لا انا هخليه كده مركز زي ما هو، ولما اجي اشتغل بيه هزوده بس بالحبة على قد ما هياخد. اظن الطريقة سهلة جدا وبسيطة. عايزة اقولك ريحة البرتقال عاملة ريحة جميلة، مش هضيف اي روايح ليه. طبعا عايزة اقولك طبعا اكيد قشر البرتقال من الاحماض، يعني حاجة هتنضف معانا المواعين بتاعتنا، هتخلي الألمونيا بتاعتنا كده تدوي زي ما بيقولوا. بصي السمك بتاعه، شايفة التقل، شايفة الرغوة اللي فيها، يعني كده مش محتاج اي كلام. حاجات بسيطة عملنا بيها، طريقة سهلة جدا، وحاجات كنا بنرميها فادتنا خالص دلوقتي اهو عملناها بطريقة سهلة برضك. هوريكم معايا التجربة كده بسيطة شكل الرغوة عاملة معانا اهم حاجة طبعا وانتي بتغسلي المواعين تحسي بالرغوة بتاعت الصابون السائل، مش بس تقل وخلاص. لا طبعا احنا محتاجين الرغوة تبان معانا كده ونشوف شكلها عاملة ازاي. بصي انا يا دوب حطيت حبه صغيرين، لسه ما زودتش ميه ولا حاجه، بوريكي شكل الليفه بتاعتي عملت ازاي. هجيب لك بقى كمان حبه ميه. طبعا ايديا كلها بقت رغوه جامده وتقيل قوي في ايديا. بصي هحط بس كده شويه ميه عشان تشوفي بس شكل قد ايه الرغوه بتاعتنا بقت. شايفه قد ايه؟ مفيش طبعا اي تعليق. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبك، ما تنسينيش في اللايك